كلها اللي طلبناها ما جاتش. مفيش الا حسين اللي جبناه، حسين ياسر، واللي كان في يناير السنه اللي فاتت تقريبا، وكونيه عشان كان الفلوس بتاعته كانت اتدبرت $500,000. تمام، يعني حوالي كان ساعتها 2 مليون 2 مليون ونص، يعني عادي جدا ما تجيب لعيب وكان مميز في الانتاج. بقت اللعيبه خالد اتأيدوا على اخر بعد واحنا في المانيا. طب ما كابتن انت حظكم كمان، يعني مثلا 70% عصام الحضري جه قعد يتخانق مع عبد الواحد السيد ومشي واتوقف، جه عماد محمد اصله الشيعه والسنه وانا خايف وراح مشي يعني. تمام. احمد حسام ميدو لم يقيد. احمد جه اول ما جه مصر مش عايز، عشان القصه بتاعته ديت انت عارف، مش عايز يقعد في مصر وظروفه واولادي. طب يا ابني نجيب لك ايه؟ نجيب لك فيلا، نجيب لك بتاع. قال لك لا، انا مراتي واولادي مش عايزين. ادي حاجه. عمرو زكي حظنا الوحش اصابات كتير، مش موجود معانا في الماتشات. عندنا زي ما بقول لك عماد مش موجود. احمد حسام ميدو لم يقيد. احمد حسام ميدو لم يقيد. عندنا المشكله اللي حصلت عصام الحضري ما ينفعش القصه. طبعا الحروب الاعلاميه اللي حصلت والتفخيم من هنا لهنا لحد ما طبعا عملوا مشاكل ما بين عصام وعبد الواحد، وخلى الراجل ده اللي كان عايز امشي. كل الظروف دي تخالف مع ما فيش امكانيات ماديه، مع تغيير مجلس اداره، تغيير مجلس ادارات. العمليه زي ما بقول لك. والاهم حاجه، اهم حاجه خالد، ان اللعيبه اللي اتقالت عليها، احنا كان حسام حاطط قايمه في كل مركز. نمره واحد لو ما خلصش 2 يخلص، 2 ما خلصش 3. تخيل انت لما كل الليسته دي كلها ما حدش جه. طب كابتن ايمن منصور عايز اسالك سؤال. اتفضل يا كابتن ايمن. كابتن ايمن كابتن ابراهيم عايز اسالك سؤال. اتفضل يا ابراهيم. دلوقتي انت بتقول ان انا كنت بطلب لعيبه وما بتوافقش عليها. لا، انا في الحاله دي كنت انت وحسام تصمموا ان انت اللعيبه اللي انا اطلبها كراجل مدير فني لازم تيجي. مفيش حاجه اسمها لا ده وده لا، لان دي صلاحيات مدير فني. دي نمره واحد. نمره اتنين، مين اللي في وش المدفع؟ ما انتوا اسامي كبيره، ابراهيم حسن، حسام حسن، اسامي كبيره. مين اللي هيتحاسب دلوقتي؟ ما هو انتوا. مين اللي في وش المدفع؟ مين اللي عمال يتهاجم من هنا ويتهاجم من هنا وده يقول لك ضاع الدوري وده جه الدوري؟ لا، ما ينفعش. انت كان لازم يبقى في تصميم، لان صلاحيات انا مدير فني، معلش تدينا مدير فني صلاحيات يا تداني كلها يا ما تديهاش متقطعه. فانت كنت لازم تصمم، لان دلوقتي في الاول وفي الاخر مين اللي هيتحاسب او مين في وش المدفع؟ هيقول لك حسام وابراهيم. او مين اللي جاب اللعيبه دي؟ مين اللي جاب اللعيبه؟ ما كله بقى هيقول لك كده. انت المفروض من الاول لا معلش يا جماعه انا عايز الصلاحيات 1 2 3 4 5. ما كانش لا سلام عليكم انا مش هقعد، لان برضو انتوا اساميكم كبيره. فبالتالي لما الاسامي الكبيره ما يتوافقش على حاجه ويتوافق على حاجه، ما ينفعش في كره القدم او في صلاحيات المدير الفني. اتفضل. في ظل ال6 سنين اللي فاتوا، ان نادي الزمالك بعيد حتى عن المركز الرابع والخامس. تمام. اللي اتعمل دوت انجاز من غير فلوس، من غير خبرات لعيبه، من غير اللعيبه اللي انت طلبتها ما جاتش، بتغيير مجالس ادارات ومشاكل وقضايا في مجالس ادارات متعاقبه، مع الحرب الشرسه الاعلاميه اللي موجهه بطريقه رهيبه جدا، مع التحكيم الصعب جدا العلني، التحكيم العلني اللي اذى نادي الزمالك طول الموسم. فاللي اتعمل ده معجزه. انك انت بتلاعب النادي الاهلي اللي كان بتنزل قبل كده، بتنزل كل الماتشات اللي قبل كده السنين اللي فاتت. الاهلي هيكسب كام؟ لما يوصل انك توصل بتلاعب الاهلي 5 مرات 4 دوري وانت اللي راكب فيهم، والاهلي اللي بيتعادل معاك، ما كانتش بتحصل يا ايمن. هو من 2008 الزمالك لم يهزم الا في كاس مصر 3-1 السنه اللي فاتت. يعني في الدوري ما اتغلبش. تمام. فانت لما تيجي انت اللي راكب كل ماتشاتك مع المنافس بتاعك اللي كان قبل كده، كان في لعيب، كان النادي الزمالك فيه مجلس ادارات كانوا اجهزه بتدي مكافئات، رغم ان كان في لعيبه تقيله جدا موجوده في نادي الزمالك بتدي مكافئات لو الفرقه اتغلبت فرق 1 ولا 1-0 ولا الكلام ده، ولا ده المعجزه لما كان يبقى احسن تعادل. فانا بقول لك ده انك انت تيجي من بقالك 6 سنين ما بتلعبش، حتى بقالك 4 سنين ما بتلعبش في بطوله افريقيا عشان انت ما بتوصلش لل3 المراكز الاولين او ال4. فانت اللي انت عامله ده زي ما بنتكلم في ريال مدريد، الراجل لما بتبقى خطوه بخطوه لازم انت جيت النص الموسم اللي فات والموسم دوت بتبني فريق. اللعيبه اللي عندك دي لعبت نفست على البطوله. طب اقول لك حاجه يا كابتن، اقول لك حاجه. انا عايز اقول لك كل اللي بيتقال.
بيقول لك حسام حسن وابراهيم حسن، انتوا شخصيات حماسيه طول عمركم، ما بتحبوش تتغلبوا حتى في الطاوله، مش في البتاع، لكن بسبب التوتر او العصبيه دي بتلقي بظلالها على اللعيبه، فبيبقوا خايفين في الملعب يغلطوا او خايفين من. ارد انا على السؤال ده، ارد على النغمه الجميله دي. اقول لك انا اتفضل. قالوا ايه الهادين الباردين اللي كانوا بيحطوا رجل على رجل؟ مش كانوا بيطلعوا 14 و13 والثامن والتاسع وال11؟ هو هنري ميشيل كان اهدى واحد بصراحه، يعني هنري ميشيل كان هادي قوي. لا ما كانش في الملعب. هنري ميشيل كان بينام في المدربين ما كانوا الناس بيصرح لورا ويعمل فورمه وبتاع ويحط رجل على رجل وملمع، الفرقه بتتغلب ويبقى عادي اكن ما فيش حاجه. لما التوتر والحماس يخلي نادي الزمالك ينافس لحد الاسبوع ال26 بدون امكانيات، بدون فلوس، بدون لعيبه عندها خبرات بطوله، بدون مجالس ادارات بتتغير، مع احترام اللي كتر خير الراجل المستشار جلال والمجلس الاداره اللي معاه ان بيكافحوا عشان خاطر يلموا فلوس للنادي او للعيبه، ده يبقى معجزه. اللي احنا فيه دوت، اللي بيعمل معجزه يا خالد، وانت عارف. كابتن النهارده يعني كابتن محمد حسام هيبقى معايا شويه، رايك في الكابتن جهاد جريشه النهارده؟ كابتن جهاد جريشه، انت ايه رايك في ضربه الجزاء اللي علينا؟ ما اعرفش عشان انتوا شايفين احسن مني. انا شخصيا شايفها ما تتحسبش خالص. الله ينور عليك. انا هوريها لك. وفي على فكره الهدف بتاع وجيه عبد العظيم هي اوريدي ضربه جزاء لاحمد جعفر، مشدود احمد عادل، عمرو عادل شادد الفانيلا نهائيا بتاعت احمد جعفر كده. انت كده لعيب كوره وانت عشان كده. انا بتكلم كلاعب كوره والله. اقول لك حاجه يا خالد، ايه رايك في اول دقيقه الراجل ماسك الكوره بايديه وما خدش انذار؟ ايوه فاكرها في اول ثانيه. لا في واحده تانية على عمر جابر كده، يعني كان هيبطلوا كوره، انا فاكرها في اول دقيقتين. أيوة برضه اللي ناحيه دكتنا، وغانم لما عدى من الجنب ودخل ال 18 وما اتحسبتش في اخر الشوط الاولاني. طيب كابتن ابراهيم، دلوقتي نتكلم في المستقبل. دلوقتي الكلام اللي مثار دلوقتي واللي بيتكتب في بعض الجرايد واللي بيصرح بيه بعض الناس ان حسام حسن وابراهيم حسن جددوا، دي اتحسبت ضربه جزاء على فكره يا جماعه. حسام حسن وابراهيم حسن جددوا سنه او جددوا سنتين. في كلام لا ده حسام وابراهيم خلاص هيمشوا، وحسن شحاته هيجي بجهاز فني بتاع منتخب مصر هيمسك نادي الزمالك. يعني لغايه دلوقتي مفيش حاجه بتقول لنا ان خلاص 100% حسام باقي او بجهازه، او 100% حسام هيرحل بجهازه. احنا طبعا سعداء جدا ان احنا موجودين في نادي الزمالك، وسعداء جدا ان احنا بنتعامل وورانا في ظهرنا جمهور زي جمهور نادي الزمالك المحترم الجميل اللي بيسون كل حاجه. تمام. احنا قرر مجلس اداره، قرر مجلس الاداره اللي كان المستشار جلال ومجلس الاداره، احنا كنا في اجتماع حتى امبارح، فهو الموضوع اللي واخدين قرار بالتجديد، وده عفيفي هات الكوره بتاعت هدف احمد جعفر والنبي عفيفي عشان بس فمجلس عشان تشوف بس نالتي ولا لا عفيفي. اتفضل يا كابتن. انا مش قدام التلفزيون للاسف دلوقتي. لا انا جبت ضربه الجزاء. كابتن عادل طعيم هو وجهه نظره انها ضربه جزاء. كابتن ايمن وجهه نظرك ايه بصراحه؟ لا هو اتسرع فيها طبعا. اتسرع فيها؟ اتسرع فيها. اللعيب بتاع دجله، وادي دجله هو اللي لعبها، هو اللي وادي هو اللي لعبها واسمه ده كان في احتكاك ما بينه وما بين غانم، بس يعني مش تتحسب مليون في المية. يعني المفروض يا كابتن خالد غانم في المنطقه دي ما يتهورش بالشكل ده، حتى ما يديش ايحاء للحكم ان هو خالد. كابتن اتحدى ان جهاد جريش يحسبها على نادي تاني او لينا في الموقف ده. فبقول لك مجلس اداره دكتور جلال قرر يا خالد الموضوع اللي واخدين بالاجماع يا خالد التجديد، وعارفين، وقعدنا مع المستشار جلال وحطينا البرنامج الفتره الجايه، وامبارح احنا عارفين القصه. يعني عايز اقول لك حاجه، النهارده في جورنال التحرير كاتبين بالبونت العريض حسن شحاته خلاص هيمسك الزمالك، معلومات مؤكده. يعني انت بتؤكد يا كابتن خلاص ان حسام حسن وابراهيم حسن والجهاز الفني بالكامل باقي الموسم القادم. ده انت مش سالت المستشار جلال وكلمك؟ ده كنا مجتمعين امبارح مع المستشار جلال ومجلس الاداره مقررين من فتره بالاجماع، واكد لنا امبارح بالاجماع. واقول لك حاجه يا خالد، ايه رايك يا خالد؟ انا شرف كبير جدا ان احنا ماسكين نادي الزمالك، وتعبنا قوي انا وحسام والجهاز اللي معانا. انا نفسي واحد مع اي اسم، مش عايز اقول اي اسم انت بتقوله، اتحدى ان هو يشيل الحمل الكبير اللي موجود ده. فاحنا بالنسبه لنا لو في حد
لو في حد قادر ان يشيل الحمل الكبير دوت بالظروف دي، بالعكس طب معلش يا كابتن هقول لك حاجه عشان نكون منطقيين. كابتن حسن شحاته اسم كبير في عالم التدريب، يعني اسم كبير جدا، ويعني ممكن جدا الزملكاويه يبقوا سعداء ان وجود حسن شحاته، وفي كتير جدا سعداء ببقاء حسام ابراهيم، ولكن الموسم القادم لا يقبل الاسم على اثنين. يعني الموسم القادم حسام حسن وابراهيم لو ما جابوش بطوله هتبقى مشكله، ونفس الشيء بالنسبه لاي مدير فني جاي. يعني حسن شحاته لو ما خدش بطوله هتبقى مشكله. هنا السؤال بقى ان مانويل جوزيه عندما يطلب من مجلس الاداره لاعبين بيجي له اللعيبه اللي هو عايزها عشان ياخد الدوري. حسام حسن وابراهيم حسن هيطلب لعيبه، واللعيبه دي مش زي السنه اللي فاتت ما حدش جاب له مركز ثالث مركز رابع. لو انت اللي زي ما الكابتن ايمن قال، لو انت ما جبتش اللعيبه اللي انت عايزها يبقى انت اللي هتشيل في الاخر الليله. لا يا خالد، هقول لك انا بشرط اكمل كلامك، بشرط عشان تنافس على بطوله وتاخد البطوله السنه الجايه. في شرط بقى ان اللعيبه دي عشان مش تبقى الامور واضحه قدام جماهير مصر، جمهور الزمالك. تمام. مجلس الاداره هيوفر اللعيبه اللي هي تجيب بطولات لنادي الزمالك السنه الجايه، تبقى واضحه كده. يبقى تعلن ان احنا هتلعب على البطوله وتنافس على البطوله عشان تاخد بطوله السنه الجايه. لو حصل زي السنه اللي فاتت ومجلس برضه بكل برضه وضوح، الناس في الاداره اللي موجودين يقولوا يا جماعه احنا ما قدرناش نجيب لعيبه، فمحدش يا جمهور الزمالك هنسيبها على الله. لو خدنا مركز كويس او خدت البطوله يبقى خير وبركه. يبقى محدش انت حددت كام اسم يا كابتن ابراهيم او كابتن حسام الجهاز الفني؟ حددتوا كام اسم عشان السنه الجايه؟ حددنا احسن اسامي اي واحد في ذهن جمهور نادي الزمالك يتخيلها. طيب يتخيل، ما هو ممكن، طيب مع احترامي ممكن انا كمجلس اداره احط 10 مليون في لاعب ولكن نادي مش عايز يبيعه. تمام. ما هو فيها خالد حسام حاطين ايه وبدايل زي ما بقول لك كده، في حته مثلا يعني انت حاطط الف ب ج، لو جالك اي حد من دول ممكن تاخد الدوري. الله ينور عليك. لا، حاطين في كل مركز نمره واحد دوت مثلا خالد الغندور. لو ما خلصش يبقى لا، ده انت لو جبت خالد الغندور هتاخد الدوري يا كابتن، ما ينفعش، غالي خالد الغندور غالي. ما انا بقول لك مثلا في من الناس وابراهيم حسن باك رايت خلاص خلصت كده. خالد مثلا نمره واحد ما عرفناش يخلص لظروف، يبقى نحط في نفس المركز ابراهيم. ما خلصش لنفس الظروف يبقى الثالث كذا مثلا احمد، فاهمني؟ فهي دي احنا حاطين كل الحلول، وفي نفس التوقيت وفي نفس الوقت يا خالد في برضه الاسامي اللي هي ممكن ابتدينا ان هي ممكن تبقى مش موجوده معانا، بقت مطروحه. فاذا انت عندك البدايل ممكن توفر حته فيه، تعمل حته البدل والعمليه الماديه.